ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مكرونه بالسجق، هتعجبكم جدا، سهله وسريعه مش هتاخد منكم وقت. الكلام دوت بالاخص كمان لصديقتي وحبيبتي وروح قلبي بنت السعوديه. طبعا هي عارفه نفسها كويس جدا عشان خاطر ولادها بيحبوا الاكلات دهيت. ركزي بقى وانا بقول الفيديو كدهوت علشان خاطر ايه تبقي تعمليه. سجق، جبت نص كيلو سجق بس ما خدتوش كله، خدت منه وحدتين قطعتهم مكعبات وسط مع بصلايه مع فص ثوم. وبعد كده اول ما ادتني لون ذهبي نزلت بالطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين، هقلبها تقلبتين. وبعد كده اجيب نص كيلو مكرونه مقصوصه بقى، مكرونه اقلام ايا كان النوع اللي انت بتحبيه، تقومي حاطاه على الصلصه وتسيبيه لمده نص ساعه. لو الصلصه كانت قليله ممكن تزودي بكوبايه ميه، لو الصلصه كتيره ما تنقصيش منها، سيبيها وهي تستوي في قلب بعضها. دي طبعا ايه مش مكرونه مبكبكه، لان المكرونه المبكبكه بتبقى صلصتها اكتر من كده، انا عامله الصلصه قليله شويه. ونقلب تقلبتين، والافضل تكون طماطم زي ما قلت لكم، ما يكونش صلصه. ونقلب كده ونسيبها نص ساعه زي ما قلت لكم، ونغطيها ونحط فلفل وملح وكمون وواحده مرقه. وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير.